كل يوم بعد ما ولادي يناموا باخد التليفون بتاعهم وافتش فيه واشوفهم بيعملوا ايه على التليفون، بس بصراحة ما باقدرش اعمل الكلام ده قدامهم عشان اديهم ثقة بالنفس. ايه المشكلة بقى؟ لاحظت حاجة غريبة بين بنتي وصاحبتها، وبصراحة ما توقعتش ان بنتي ما تحكيش ليا وتقول لي ايه اللي هيحصل. المهم سبتها لما براحتها تيجي تحكي لي وتيجي تقول لي، بس مش هكدب عليكم ولا حكت ولا عملت. تعالى اقول لكم ايه اللي حصل كده على السريع، وعايزاكم تفيدوني وتقولوا لي بتعملوا ايه في المواقف اللي زي دي. لقيت في محادثة بين بنت وصاحبتها كده على الواتس، وصاحبتها بتقول لها وما تقوليش لمامتك اللي احنا بكره رايحين الدرس، وكتري معاكي الفلوس وتعالي نخرج وهوديك اماكن حلوه قوي، وكمان هناخد توك توك وهنتفسح براحتنا، ومهم يعني. وقالت لها على شويه اماكن كده. مش هكدب عليكم، شفت الكلام من هنا قلت لا، انا مش هقول لبنتي ان انا شفته عشان تيجي تحكي لي، وانا صاحبتها يعني احنا ما بنخبيش على بعض حاجه. جايه ميعاد الدرس لقيتها واخده حاجتها وماشيه، وبتقول لي يا ماما معلش زودي لي المصروف. انا بقى حطيت لها العقده في المنشار، قلت لها بصراحه انا ما اقدرش ان أنا ازود لك المصروف. قالت لي ايه بقى؟ لقيتها